بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نعمل حاجة جميلة جدا مفيدة. معانا نص كيلو من اللبن الرايب. طبعا بحب احط لبن رايب في المعجنات عشان خاطر الاطفال ما بيحبوش اللبن، ياخدوا اللبن كده، فانا بضيفه على المعجنات عشان يستفادوا بيه. بضايه نقلب الكلام ده مع بعضه، البيض مع لبن الرايب. معانا نص معلقة ملح صغيرة هنضيفها، ونضيف كمان 3 معالق من السكر الصغيرة، معلقة شاي صغيرة 3 معالق منهم، ونقلب المكونات دي كلها مع بعضها. ومعانا كيس خميرة فوري محطوط على ربع كوباية لبن على معلقة سكر صغيرة، عمل وش الخميرة، عملت معايا فارت، عملت وش. نقلب الكلام ده كله مع بعض. نحب نحط الدقيق على السوائل، بحب اتحكم في الدقيق في السوائل، انا احط السوائل الاول بعد كده اتحكم بالدقيق. خلاص كده اضرب بايديا بقى، اعجن بايديا، واحط ربع كوب من الزيت على كيلو وربع من الدقيق. هنضيف الكلام ده ونعجنه على الرخامة. ننزل على الرخامة بالعجينة بعد ما بدرنا الرخامة بالدقيق عشان ما تلزقش، ونبدأ نعجن فيها كويس قوي. العجن ده بيخلي العجينة خفيفة، مش مكتومة، هشة طرية ناعمة. نبدأ نعجن كمان، كل ما نزود في العجن كل ما يكون أحسن. نحط طبق تخمر في طبق كده، ونغطي الطبق ده عشان العجينة تخمر معايا. خلاص العجينة كده خمرت معايا، بقت هشة جميلة اهي. بقطع كمية على قد حجم الصينية اللي أنا هعمل فيها، وابدأ أنزل بالصينية مدهونة وبقدرها، وابدأ أفرد العجينة اللي أنا خدتها على قد حجم الصينية. العجينة كل ما تكون قليلة والحشو أكتر بيدي للبيتزا طعم. بعمل حرف بسيط كده للصينية عشان الحشو ما يطرش معايا. بنزل بالصلصة بتاعت البيتزا طبعا اللي طريقتها معروفة، بس بخرمها بالشوكة الأول عشان البيتزا ما تعلاش معايا، العجينة ما تعلاش معايا في البيتزا. أبدأ أحط الصلصة بتاعتي اللي كلكم عارفين طريقتها، مش بكترها، الصلصة مش بكترها. أبدأ بقى إيه، عندي صدر فرخة كده تبلته بطريقة شاورمة الفراخ، وأنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده، وأبدأ أنزل بالحشو بتاعي اللي هو شاورمة الفراخ. بيدي طعم كويس أوي أوي أوي. وأبدأ أنزل بالموزاريلا ورشة جبنة رومي مبشورة، والفلفل، ما عنديش فلفل أحمر ولا فلفل ألوان، نزلت بفلفل أخضر حراق. أبدأ أحط الزيتون بتاعي، وأكمل بالموزاريلا، رشة كده على الوش، ويبدأ أدخلها بقى الفرن. وعملنا واحدة كده بالفراخ، شوربة فراخ. هنعمل واحدة باللحمة المعصجة المفرومة متعصجة عادي، نفس الطريقة. أحط الصلصة بتاعتي برضو، بعمل حرف الأول عليها، أحط الصلصة بتاعتي أخرمها بالشوكة برضو عشان البيتزا ما تعلاش معايا. أفرد طبقة بسيطة من الصلصة، وأبدأ أحط رشة موزاريلا بسيطة، وأجيب اللحمة المتعصجة معايا أحطها للحشو اللي أنا عايزه. بعد كده هنزل بالفلفل والزيتون عادي زي أي بيتزا بتعملوها، كلكم أساتذة فيها طبعا. زيتون أسمر حلقات. الجبن بتاعتي بقى اللي أنا حطاها، ببدأ بقى أحط الزيتون. ودي الشكل اللي قبل التسوية. تعال نشوف بعد التسوية الجمال والروعة. دي الصينية بتاعت الفراخ اللي اتعملت، هنفضيها دلوقتي ونقطعها قدام حضراتكم. طرية ناعمة جدا جميلة، طعمها خرافة، ملت البيت كله، ريحة البيتزا ملت البيت كله.
ببدأ اقطعها مثلثات زي ما حضراتكم شايفين كده. وادي اللي باللحمة المفرومة جت، هبدأ برضو اقطعها مثلثات. وادي الشكل وادي الروعة وادي الطعم قدام حضراتكم، وبالهنا والشفا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.